علاش الراجل كيقول لك بغيتك لكن ما بغاش يتزوج بك؟ مهتم بيك، كيبغيك، راد لك البال، متبع معاك التفاصيل كامله ديال حياتك، لكن فاش كتقربوا توصلوا للسؤال ديال الارتباط كيتهرب من الموضوع وما كيعطيكش راس الخيط. في الحلقه الفايته عرفنا نص الجواب ديال هذا السؤال، كل راجل وشنو باغي من الزواج. الا كان باغيك لكن ما فيكش المواصفات ديال المراه اللي بغا يتزوج بها، راه ما غاديش يجبد معاك الموضوع. هاد الحاله سهله وتطرقت ليها في الحلقه الفايته، تقدر تلقاها هنايا، كليك على اللين اللي غيبان لك الفوق. لكن كاين واحد الجانب اللي بقى ناقص، الحاله ديال بنت اللي عاجبها الراجل وفيها المواصفات ديال المراه اللي بغى يتزوج بها، لكن ما كيجبدش الموضوع الزواج وكيخليها معلقه، كيتردد، كيتفادى، ولا كيجي النهار اللي كيرفضها في مره. علاش هادشي كيطرا؟ سؤال اللي حير بزاف ديال البنات. الا كنتي بنت وعشتي هاد السيناريو ولا غير بغيتي تعرفي علاش، بقيت حتى الاخر ديال الحلقه باش تعرفي السبب اللي كيخلي الراجل يتصرف بهذه الطريقه هذه. السبب اللي قليل اللي عارفه واللي كيلعب دور كبير في واش الراجل غيجبد معاك موضوع الارتباط ولا لا. غنخليو دابا هادشي كامل اكوتي ونرجعوا ليه من بعد. وقبل ما نجاوبك على السؤال اللي طرحناه، خص ضروري نشرح لك واحد الحاجه اللي مهمه، وغنعطيك واحد المثال اللي بيه غتوضح لك الصوره من بعد. الا كنتي قريتي ودوزتي ستاجات وتخرجتي، غالبا دزتي من المرحله ديال تقلبي على خدمه ودفعتي السيفيات لبزاف ديال الشركات، تجربه اللي كيدوز منها اي واحد يلاه تخرج واللي خاصو يديرها باش يلقى خدمه. في خلال الحياه ديالك تقدري تكوني دزتي من هاد جوج ديال التجارب، فتره قلبتي فيها على خدمه وتيسرات الامور، ووحده اخرى عانيتي فيها باش تلقي هاد الخدمه. الحاجه اللي غنركزوا عليها دابا هي كيفاش تعاملتي مع كل تجربه وشنا هي الطريقه اللي تصرفتي بها. المره الاولى فاش تيسرات لك الامور، دفعتي 10 ديال الشركات وقبلوك 6، يعني تبارك الله راه كاين الخير. في هذه الحاله شنو غادي تكوني درتي؟ في الغالب غتكوني خديتي وقتك وبديتي كتحققي في التفاصيل ديال كل شركه باش من بعد تجلسي وتبداي تقارني بيناتهم. هادو كيخلصوا مزيان، هاد الشركه ما بعيداش على الدار، ما غنتعذبش في الطريق، هادو عندهم لومبيونس مزيانه، هادو واخا الصالير ديالهم ناقص شويه لكن على الاقل غنتعلم ونشد معاهم الحرفه. وفي خلال هاد المقارنات ديالك كاينه واحد الحاجه اللي ما كتفرطيش فيها، الشركات اللي قبلوك ما كتعطيهمش راس الخيط، كتبقاي معاهم على اتصال كاملين، حيت بكل بساطه مازال ما عرفتيش اش من شركه اللي غادي تختاري. لكن فاش كتجمعي كاع المعلومات اللي خاصينك وكتوضح لك الصوره على كل شركه وكتسالي المقارنات ديالك، كتوصلي لقرار نهائي وكتختاري احسن وحده منهم. الشركه اللي اختاريتي كتعلميهم وكتسني معاهم الكونطرا، وهادوك اللي بقاو واللي باقيين كيتسناو الجواب ديالك، سواء كتصيفط لهم ايميل بطريقه محترمه وكترفضي الطلب ديالهم، ولا كتغبري وما كتبقيش تجاوب. واش هاد الطريقه ديال التعامل شي حاجه اللي خايبه؟ لا، هذه هي الطبيعه ديال الانسان، كلنا دايرين بحال هكا، كنبغيو ديما ناخذوا احسن حاجه من الاختيارات اللي عندنا واللي شادينهم في دينا. هذه خاصيه في الانسان اللي ما عندناش كيفاش نديرو نبدلوها. دابا شفنا الحاله اللي كتيسر فيها الامور، اجي دابا نشوفوا الحاله فاش كتدفعي للخدمه وما كتيسرش الامور. دفعتي لكثر من 20 شركه، طبتي بالتقلاب والدفيع والدوران من شركه لشركه، حتى لواحد النهار جا الفرج، قبلاتك واحد الشركه، وهاد الشركه قبلوك بالزز. في هاد الحاله شنو غادي تكون درتي وشنا هي رده الفعل ديالك؟ في الغالب غتكوني سنيتي معاهم في البلاصه، مع صيفطوا ليك، مع سنيتي، مع عاودتي صيفطتي لهم الوراق الكونطرا وما قريتيهاش. في ديك اللحظه ما كاينش شي حاجه سميتها نتشرط ولا بلاتي نفكر، ما كاينش البديل، خاص تزربي قبل ما هما يبدلوا الراي ديالهم. وانت بينك وبين راسك كتكوني فرحانه حيت لقيتي خدمه ولبيتي الرغبه الطبيعيه ديالك، حيت خديتي احسن حاجه من الاختيارات اللي تحطوا قدامك. دابا انت بالكيان ديالك، الافكار ديالك، الخلفيه ديالك، حتى حاجه ما تبدلات، بقيتي انت هي انت، لكن على حساب الوضعيه اللي تحطيتي فيها والاختيارات اللي كانوا عندك، الطريقه ديال التعامل ديالك تبدلات. وهذا الشيء راه عادي وما فيه حتى مشكل. في العلاقات العاطفيه الناس كيتعاملوا تقريبا بنفس الطريقه، بين قوسين الراجل كيكون هو اللي كيقلب على خدمه والمراه هي الشركه اللي كتريكروتي. الراجل في العاده وكيف ما كنعرفوا هو اللي كيدير المبادره، هو اللي خصو يدير مجهود باش يلقى البنت اللي مناسبه، وبديهيا وباش يزيد الحظوظ ديالو يلقى هاد البنت هادي كيحط السي في ديالو عند بزاف ديال البنات وكيجلس كيتسنى الجواب ديالهم باش يشوف شحال من بنت قبلاتو. العدد ديال البنات اللي قبلوا الطلب ديالو هو العدد ديال الاختيارات اللي شادهم بين يديه.
بحال العدد ديال الشركات اللي قبلوك فاش دفعتي ليهم السي في ديالك. وهذا راه غير تبسيط الامور باش نفهم. دابا كيف ما درنا في الاول غنشوفوا مثال ديال الراجل اللي تيسرات ليه الامور والاخر اللي ما تيسراتش ليه. الراجل اللي تيسرات ليه وباش ناثروا، هذا الراجل اللي غنهضروا عليه راجل اللي معقول باغي يتزوج، واجد عاطفيا ماديا جسديا كل شيء هو هذاك، يعني ما كيتفلاش وما باغيش علاقه عابره ولا سيتويشن شيب. المهم عجبوه 5 ديال البنات، بنت خدامه معاه، بنت شافها في شي عرس، صاحبه بنت خالته، وجوج ديال البنات وحدين اخرين. من البعيد بان ليه بلي فيهم كاع داكشي اللي بغا واللي كيقلب عليه في الزواج. ما متاكدش 100% لكن غيزعم. المهم حط السي في ديالو عند هاد 5 ديال البنات. دازت واحد المده، 3 منهم قبلوه. وفاش كنقول قبلوه يعني هاد البنات شدوا السي في ديالو وفلاوه ولقاو بلي هاد الراجل فيه المواصفات اللي كيقلبوا عليهم في الراجل اللي بغاو يتزوجوا به. عطاوه الكونفيرماسيون وقالوا ليه توكل على الله. هنا هاد البنات كيوليو فواحد الوضعيه اللي ما عارفين عليها والو، بحال الشركات اللي كيكونوا قبلوا واحد البروفيل وما عارفينش بلي عنده دي زوفر من شركات وحدين اخرين. الراجل في هذه الحاله كيكون بوحدو اللي عارف شنو طاري. بالنسبه ليه هادو هما البنات اللي يقدر فعلا يختار منهم، حيت يقدر حرفيا يتزوج اي وحده منهم، لكن مازال ما عرفش شكون غيختار. هاد المرحله نقدروا نسميوها لا فاز ديال لا بري سيليكسيون. دابا في نظرك شنو كيدير الراجل اللي تيسرات ليه الامور ولقى بلي عنده بزاف ديال الاختيارات محطوطين قدامه؟ نفس الحاجه اللي درتي ملي قبلوك بزاف ديال الشركات. كيف ما جلستي وجمعتي المعلومات على كل شركه، حتى هو غيجلس وغيجمع المعلومات على كل بنت، كيفاش كتعامل مع والديها، مع الناس اللي دايرين بها، فاش كتكون كاعيه كيفاش كتصرف، كيطرح عليها اسئله باش يحاول يتعمق ويتعرف عليها اكثر، كيفاش دايره علاقتها مع الفلوس، الدين، السياسه، النظره ديالها للحياه، كيفاش كتشوف راسها في اسره، وشنو هو الدور اللي ممكن تلعب. وباش يلقى الوقت باش يدير هاد الشيء ويدوزهم وحده وحده، كيبقى معاهم على اتصال كاملين، حيت مازال ما عرفش شكون غيختار. كيتعامل مزيان، كيشد الخاطر لكل وحده فيهم، الميساجات ديال صباح الخير، لي زابيل، متبع معاهم الاحداث المهمه في حياتهم، وفعلا راه مهتم بكل وحده، حيت بالنسبه ليه اي وحده منهم ممكن تكون الاختيار النهائي ديالو. هاد العمليه غتسالي فاش غيدوز على الاختيارات كاملين اللي عنده وغيفيريفي كل وحده فيهم. يعني كل ما كانوا عنده اختيارات كتر، كل ما غياخذ وقته وغيتعطل باش يعطي جواب واضح ونهائي. بطبيعه الحال الا تعطل بزاف كاينين بنات اللي غيرفضوا هاد الشيء وغيسحبوا العرض ديالهم، لكن الوفره اللي عنده والاختيارات اللي بين يديه حاليا والاختيارات اللي مآمن باللي غادي يكونوا مستقبلا كيخليوه ما يتسوقش وياخذ هذا الريسك وما يزربش. المهم فاش كيسالي وكيجمع المعلومات اللي خاصينو، كيجلس وكيقارن بين هاد البنات، وفي الاخر كيستقر على بنت وحده اللي كيكون مقتنع باللي هي احسن اختيار بالنسبه له. فاش كيوصل لهاد المرحله كيتوكل على الله وكيجبد معاها الموضوع. البنات اللي بقاو كيدير معاهم نفس الحاجه اللي درتي مع الشركات اللي قبلوك ورفضتيهم. يا كيكون واضح وديريكت وكيعتذر بطريقه محترمه وكيقول لها ما بقيتش مهتم، ولا كيغبر والبنت ما كتبقاش تعرفوا فين مشى. كاين اللي ما غيعجبوش الحال وغيقول لك الانسان ما خصوش يهضر مع بزاف في نفس الوقت، سواء كان مرأة ولا راجل. لكن باش نكونوا واقعيين، في وقت اللي الناس ولاو كيقلبوا فيه على التوافق في بزاف ديال الحوايج، بغاو الحب، الرومانسيه، الكاركتير، الذكاء العاطفي، القدره الجنسيه، القدره الماديه الى اخره، الاستراتيجيه ديال تهضر مع انسان واحد وحتى تسالي معاه عاد تشوف واحد اخر، استراتيجيه اللي ماشي افيكاس. العدد ديال الناس كبير وكل واحد فيهم وكيفاش داير، وانت ولا انت غتعيش غير شويه فوق هاد الارض هادي. شنو هو الاحتمال ديال طيح في الشخص المناسب من النهار الاول، ولا من 3 ديال الناس الاولين اللي تعرفتي عليهم؟ 3 الناس اللي غتعرف عليهم في عام كان ممكن تعرفهم في شهر وتعرف باللي ماشي هما علاش كتقلب. يعني منطقيا، وهنا كنهضر على الناس اللي بغاو لا كومباتيبيليتي في العلاقه، الاستراتيجيه اللي غتزيد الحظوظ ديال الانسان باش يلقى الشخص المناسب هي يتعرف على بزاف في نفس الوقت، والهدف يكون هو يجمع اكبر قدر من المعلومات بلا ما يتونجاجا في العلاقه باش يتفادى يضيع وقته ويكون افيكاس في لا ريشيرش ديالو. وملي يلقى الشخص المناسب يحبس، وهادوك اللي بقاو اللي كان كيهضر معاهم يعتذر وينسحب بطريقه محترمه. نسدوا دابا هذا القوس ونساليو مع الحاله ديال الراجل اللي تيسرات ليه الامور. اجي دابا نشوفوا الراجل اللي تعذب باش يلقى بنت اللي تقبل السي في ديالو. وباش نأثروا تاني، هذا راجل حتى هو اللي معقول باغي يتزوج، واجد عاطفيا ماديا جسديا كلشي هو هذاك، وما باغيش علاقه عابره ولا سيتويشن شيب. نفس الحاجه عجبوه 5 ديال البنات، لقى فيهم داكشي اللي بغا على الاقل من شنو شاف من برا، ولكن غير وحده فيهم اللي قبلاته وبزز، والبنت براسها ما مقتنعاش 100%.
شافتو زربان وباغي دغيا يتزوج، العادي هو يدخلها الشك، كتقول مع راسها مال هذا زربان، ياك ما كاين شي قالب هنايا، ولا ما قبلاتو حتى وحده، وملي قلت ليه انا بغى يستغل الفرصه. لكن واخا ما مقتنعاش وربما لاسباب معينه قررات تعطيه فرصه، ومن النهار الاول كتكون اكزيجونت، ما كتخليش ليه الوقت يفكر، كتهضر ليه على الزواج من النهار الاول وكتقول ليه بطريقه مباشره ولا غير مباشره وريني شنو غنستافد معاك انا في هذا الزواج، راه بان ليا راه حتى وحده ما داتها فيك. الراجل كيلقى راسو مضطر يدير مجهود مضاعف وخصو يعطيها جواب دغيا، وخوفا من انها تفلت ليه من بين يديه كيوريها بطريقه غير مباشره شنو ممكن تستافد الى تزوجات به: فلوس، دار، طوموبيل، سفر، اهتمام، تعامل مزيان الى اخره. وفي نفس الوقت اصلا هو ما عندوش مشكل يعطي جواب بالزربه، حيت ما عندوش اختيارات كتار اللي غيجلس يفيريفيهم ويقارن بيناتهم. عنده بنت وحده اللي واقفه قدام، كيشوف واش فعلا في هذاك الشيء اللي بغى من الزواج. الا كونفيرما هاد القضيه كيجرب كلشي، ما كدوز 6 شهور العائله تلاقاو، الخطوبه، الزواج، السلام عليكم. احسن اختيار اللي كان بين يديه راه خداه. الا رديتي البال لهاد جوج حالات وشفتي الفرق ما بين هاد جوج ديال الرجال، غتكوني فهمتي الحاجه اللي كتخلي راجل يزرب والاخر ياخذ وقته باش يجبد الموضوع ديال الزواج. كل ما الراجل كانوا عنده اختيارات كل ما غيتعطل باش يجبد معاك الموضوع، والاختيارات اللي عنده مرتبطين بشكل مباشر بالقيمه ديالو والطلب اللي عليه. فاش كنتي كتقلبي على خدمه قبلوك بزاف ديال الشركات حيت شافوا بلي راكي مهمه وعندك المهارات اللي كيقلبوا عليهم. وبنفس المنطق الراجل اللي كيختاروه بزاف ديال البنات راجل اللي قيمته كبيره وفيه كاع المواصفات اللي كيقلبوا عليهم دوك البنات. يعني كل ما اختاريتي راجل قيمته كبيره وعاطي العين كل ما كتزاد الصعوبه ديال يجبد معاك الموضوع ديال الزواج. دابا من المنظور ديالك انت كبنت باش تعرفي واش واحد الراجل اختارك انت وباغي يتزوج بك ولا لا، شي حاجه اللي ماشي سهل تعرفيها، حيت المقارنات اللي كيدير الراجل خاصه اللي كيكونوا عنده اختيارات كتار كيطراو في الدماغ ديالو، وانتي راه ما عندك حتى وسيله باش تعرفي هذا الراجل هذا فاش كيفكر. من برا كيبان لك كلشي هو هذا، مهتم بيك، كتخرجوا ديروا ديزاكتيفيتي مجموعين، كيعبر لك على الحب ديالو. بالنسبه لك انتي ما كاين حتى مشكل والامور غاديه مزيان، لكن هو ربما باقي كيفكر وكيقارنك مع بنات وحدين اخرين. ممارسة الضغط والبحث عن المعلومة ممكن تكون وسيلة اللي تقدر تعاونك باش يعطيك جواب في أقرب وقت، لكن هذا موضوع بوحده نخليه الحلقة واحدة أخرى إن شاء الله. المهم من هذا الشيء والحاجة اللي خصك تفهمي، ما حد الراجل ما جبدش معاك الموضوع وبين ليك النية ديالو للزواج ما تقوليش قطعت الواد ونشفو رجليا. دابا غنرجعوا للسؤال ديال الحلقة: علاش الراجل كيقول لك بغيتك لكن ما بغاش يتزوج بك؟ الجواب على هذا السؤال دابا غادي يكون سهل. الا كان باغيك لكن باغي غير علاقه عابره ولا سيتويشن شيب راه ما غيجبدش معاك الموضوع، هذه باينه وما كتحتاجش تفكير. الا كان باغيك لكن بان ليه بلي ما راكيش مرا ديال الزواج حسب الشروط الخاصين به واللي كيقلب عليهم، وهذا الشيء هضرنا عليه في الحلقه الفايته تقدر تلقاه هنايا، راه ما غيجبدش معاك الموضوع. الحاله اللي بقاته هي اللي هضرنا عليها في هذه الحلقه: الا كان باغيك وبان ليه بلي راكي مرا ديال الزواج وفيك الشروط اللي كيقلب عليهم غيجبد معاك الموضوع، لكن بشرط. وما بين الاختيارات اللي محطوطين قدامه واللي شادهم في يديه ومن بعد ما فيريفي هاد البنات كاملين ودار المقارنات ديالو، خص تكوني جيتي انت الاولى في الكلاس. ما جيتيش انت الاولى للاسف ما غيجبدش معاك الموضوع وغيعتذر ولا غيخبر. وهذا الشيء كيسلط الضوء على واحد الحاجه اللي مهمه: القرار ديال الزواج ما كيعتمدش غير على واش انت عجبتيه ولا لا. يعني بلا ما تحمقي راسك وتبقاي تسولي واش انا فيا شي مشكل ولا ناقصاني شي حاجه، عجبتيه هذا غير الشرط الاول واللي بطبيعه الحال متعلق بيك انت، لكن داك الشيء اللي بقى كيعتمد على كل راجل وكيفاش داير، شنو بغا هو من الزواج وشنو هو التعريف ديال المراه ديال الزواج بالنسبه ليه. وثاني حاجه عدد الاختيارات اللي كيكونوا بين يدين هذا الراجل هذا واللي كيكونوا مرتبطين بالقيمه ديالو. وهذا ما كان في هذه الحلقه. الى عجبك هذا الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع الناس اللي كتعرف باش حتى هم يستافدوا ويتعرفوا على القناه. والا كان عندك شي تساؤل خليه لي في التعليقات، ومهتم نعرف الراي ديالك على هذا الموضوع قول لي في لي كومونتير. وهذا ما كان سيادي، تحياتي ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.